لو واقف محتار ما بين سامسونج اي 56 واي 37 ما تخليش الرقم يخدعك. ناس كتيرة فاكرة ان الاي 37 هو الاختيار المنطقي، بس لما تبص على الاسعار هتكتشف ان الاتنين قريبين جدا في الفئة السعرية. طب نختار ايه؟ الموبايلين الشاشة بتاعتهم 120 هرتز يعني مفيش فرق، والبطارية 5000 ملي امبير يعني برضو مفيش فرق. لكن اول لما نيجي للاداء الاي 56 بيتفوق على الاي 37 عشان المعالج بتاعه اقوى، وده معناه سلاسة اكتر واداء افضل في الالعاب وهيعيش معاك فترة اطول. وفي التصوير طبعا الاي 56 هتفوق عشان الالترا وايد بتقدم تجربة افضل في التصوير. الخلاصة لو لقيت السامسونج الاي 56 والاي 37 بنفس السعر او بفارق بسيط اختار الاي 56 من غير تفكير وانت مغمض. اما الاي 37 هيكون اختيار كويس لو لقيته ارخص بفارق سعر يستحق. وانت لو دخلت المحل دلوقتي وبتشتري الموبايل ولقيت الاتنين بنفس السعر هتجيب انه موبايل الاي 56 ولا الاي 37؟ اكتب لي في الكومنتات.